بسم الله الرحمن الرحيم. عدينا امبارح يا جماعة وفرحنا وزقططنا وهيصنا، واللي يطبل طبل واللي لسه بيطبل هيطبل. تمام، لان انت مع الاهلي هتفضل كده. انت ما تعرفش ايه. انت لو مش اهلاوي مش هتعرف لك مله. هتطبل سواء خسرنا او كسبنا. دي تطبيل. كسبنا بتطبل بتحفل مع اللي بيحفله، بمعنى اصح بغبغانات. لان انا اعرف ناس كتير جدا زملكاويه ما يتمناش فوز للاهلي. عادي يا سيدي، عادي. بس احنا الاهلي، المشكله انت عارف احنا الاهلي بنكسب بقى. حاجه كده قبل ما ادخل في الحلقه، في موضوع الحلقه، لان موضوع مهم جدا. عايز اعرف يعني انت يعني بتشجع الزمالك، تمام؟ ما بتحبش خير الاهلي. نفسي اعرف حاجه بالله يا اخي، بالله عرفني حاجه واحده، بالله والنبي والنبي يا اخي. لو انت زملكاوي رد عليا، بالله عليك رد عليا. مش هقول لك امتى هتحقق نص انجاز الاهلي او تجيب الاهلي في البطولات. امتى هتاخد بطوله قاريه؟ ازاي؟ قول لي بقى ازاي هتاخدها الاهلي عشان تعرف انه كبير. كبير الكبير بياخد بطولات، مش بطوله، بطولات. ان شاء الله احنا خدنا افريقيا، هناخد السوبر الافريقي ان شاء الله، التاسعه. تمام، فاكرين التاسعه؟ احنا في ال11 دلوقتي. ما علينا نخش في موضوع الحلقه. يا ريت يا جماعه اللي ما اشتركش يشترك، يا ريت يا جماعه، ويشيروا الحلقه. ونخش بقى في الحلقه يا جماعه. في صحيفه ريكورد البرتغاليه قالت، يعني طلعت يعني منشط كده، هو ايه منشط؟ طلعت بيان كده قالت فيه ان الاهلي اكبر من افريقيا. ما شاء الله. يعني هاشتاج ده هيطلع هاشتاج ان شاء الله. يعني 2023 ده مش هقول لك سنة استثنائية. انت لو حسبت 2023 في موضوع البطولات، انت ان شاء الله هتبقى 7 بطولات ان شاء الله تاخدها ان شاء الله، يبقى اول فريق في العالم. بس هنتكلم عليها بعدين. المانشيت ده بقى يعني بيقول معناه المانشيت اللي هما بيقولوا ان الاهلي قاهر افريقيا وقاهر الدوري يعني المحلي وافريقيا، والاهلي ما يستحقش يلعب الا في، يعني قادر ينافس في اوروبا. ودي فعلا دي من زمان مش دلوقتي، دي من زمان. احنا اهلاويه وعارفين دي من زمان، لان الاهلي اصلا بيقابل نفسه يا جماعه. 11 5 اقل، ما اعرفش مين اللي 5 تحت، والله ما اعرفهم. واخدوها بقى ايام الجهل وايام انت فاهم بقى، ما كانش فيه تسلل والكلام ده هري فاضي هبد. احنا خدناها. يعني بصوا بقى يا جماعه، بصوا بقى يا جماعه. الاهلي قدامه يحقق انجاز تاريخي، اعجاز مفيش فريق في العالم حققه ولا هيحققه. الاهلي ان شاء الله خد ايه؟ خد الكاس على حساب بيراميدز، خد السوبر على حساب بيراميدز، تمام. وبطولة دوري ابطال افريقيا كده 3. طبعا اللي حقق الانجاز ده هما 3 في العالم، منهم السيتي 3 والاهلي 3. الاهلي بقى قدامه 4 بطولات تاني. يعني ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله احنا ماشيين واحدة واحدة. خدنا كده 3 بطولات. طبعا هنطلع بقى من التوقف يوم 22 هيبدأ الدوري. الاهلي طبعا معاك 6 ماتشات في 16 ماتش. بس قبل ما نتكلم عن ال6 ماتشات، بنتكلم عن ال4 بطولات التانيين. ان شاء الله الاهلي قادر ياخدهم ان شاء الله، وسهلين جدا جدا جدا. اولهم الدوري، تمام. اولهم الدوري المصري يا جماعه ان شاء الله ان شاء الله. يعني سهل. طبعا انت يعتبر حسمته، انت يعتبر فرق بينك وبين بيراميدز نقطة اقل، بس انت لاعب اقل 6 ماتشات اقل منهم. يعني انت ب 18 نقطة، يبقى انت سابق ب 17. يعني الدوري كده ايه في الجزيرة ان شاء الله. طبعا دي حاجة ضامنينها ان شاء الله يعني. بس طبعا مش عايزين اتحاد الكورة بقى ايه، فحمة وهنا بريدة والجماعة ايه
يحط لك، بس مهما تحط كل يوم ماتش الدوري بتاع اهلاوي اهلاوي، مهما تعملوا قرد بقى فيها خلاص. قلنا الدوري رابع ايه يا جماعه؟ رابع بطوله. كاس مصر ان شاء الله، كاس مصر يبقى خامس بطوله. عندك كاس السوبر الافريقي ان شاء الله، يعني ايه ان شاء الله برضو، ان شاء الله قادر يعني ايه ياخده ان شاء الله، ايه اتحاد العاصمه الجزائري. دي كده سادس بطوله. طبعا السبعه هتبقى كاس السوبر المصري في حالة ان انت تاخد الكاس. طبعا انت خدت الدوري، في حالة انك تاخد الكاس هتلعب ان شاء الله السوبر. يبقى 7 بطولات رسمية في سنة واحدة. 2023 طبعا هتبقى ايه سنة كاريزما كده. الاهلي برضو ان شاء الله، الاهلي يحقق فيها كل حاجة يعني ان شاء الله. ظلمنا السنة اللي فاتت يا جماعة في دوري الابطال، يعني لو في عدل عرفتوا يا جماعة، لو في عدل ان هنكسب. لو في شفت الفير لما حصل خلاص تكسب. يبقى انت تعرف تلعب بنفسيتك حلوه. حتى لو لعبت ماتش الاول في بلد في مصر تفرقش معاه. الاهلي دايما يا جماعه ما بيفرقش معاه اي حاجه. ده غير يا جماعه كاس العالم للانديه، اوعى تستهون بالاهلي. بس ان شاء الله شرفا للاهلي ان كل سنه بيحقق انجاز. ان انت هتقابل بنزيما تاني طبعا غير ان انت هتقابل السيتي ان شاء الله في النهائي ان شاء الله. كل سنه بتقابل فريق اوروبي جديد، يعني انت ما شاء الله البايرن الريال السيتي ما شاء الله. اللي في سنه تشيلسي بس ما ايه. شفتوا يا جماعه الاهلي عظيم والله. المفروض مكاننا احنا مكاننا مش معاكم، والله مكاننا مش معاكم. طبعا طبعا مع داخلين بقى على معمعة الماتشات، تمام، اللي هم حاطينها. طبعا زي ما قلت لكم 6 ماتشات في 16 ماتش. احنا لو هنحسب 6 في 3 ب 18، لو كل ماتش بين كل ماتش وماتش 3 ايام يبقى 18 يوم. انت حاطينهم في 16 يوم، ما علينا. طبعا ان شاء الله يوم 22 حرس الحدود، تمام. هنيجي بعدها 25 على السويس في كاس مصر ان شاء الله. بعديها في ايه 29 مع البنك الاهلي. يوم 2 ان شاء الله كده مع فيوتشر. طبعا شوف يا جماعه فيوتشر ده في اسكندريه، وبعدها اسماعيلي في اسكندريه يوم 5، والاتحاد برضه في اسكندريه. يا راجل حضرت لي 3 ماتشات في اسكندريه ورا بعض، وايه بين كل ماتش وماتش مفيش. طبعا الاتحاد اخر ماتش يوم 8 8/7، وان شاء الله يعني ربنا يعني نكسب يا جماعه 3 ماتشات الدوري بتاعك. حتى لو حطوا زي ما قلت لكم كل يوم ماتش. طبعا يا جماعه دي كانت ملخص ايه منشتات كده على السريع وايه واخبار النادي الاهلي. بس انا بقى عايزك اقول كلمه لايه رؤوف خليف والشوالي بالذات. مش عارف اقول لك ايه بصراحه، بس انا كويس ان انا ذكرت اسمكم. انتوا بنتوا على حقيقتكم. معرفش بقى هو حبا في الوداد ولا كرها في الاهلي ولا عشان الاهلي ايه طلع الترجي. عرفني حاجه من التلاته، يا حبا في الوداد يا انت اصلا كرها في الاهلي ما بتحبش الاهلي. بس ازاي وانت طول عمر انت اللي مطلع القضيه، وانت اللي مذكراتك كلها عن الاهلي يا راجل، وكلامك كله عن الاهلي، وكل حاجه اهلي، ومدحت في الاهلي، وقلت شعر يا راجل في الاهلي. اما بقى عن حكايه محمد عبد المنعم وعلي معلول، نيجي بقى في الحته دي يا جماعه مهمه جدا جدا جدا. الاثنين اللي كان الجون سبب منهم من محمد عبد المنعم وعلي معلول. محمد عبد المنعم ميس باص اللي هو عطان علي، وعلي معرفش يطلعها تشتيت جامد. خدوا انتقادات جامده من جمهور متعجرف واعلام ما يعرفش ربنا. فشاء القدر ان الاثنين هم سبب ان الاهلي يفوز. رفعت ارضيه علي معلول في الركنيه، محمد عبد المنعم براسه خلاص هيطلع في الجول. مفيش غلطه، مفيش فار بقى يعيد اي حاجه الا اذا ايه يعني. بس هو انا شايف يعني ايه، شايف ان الحكم بصراحه
بعد الهدف بتاع الاهلي يا جماعه مشي صح. انا شايف من وجهه نظري، عشان انا ما بحبش اقول تحكيم ومش تحكيم، احنا اتظلمنا الماتش كله، اتظلمنا. احنا ما لعبناش اصلا الا بعد الجون. الاهلي يقدر يلعب يا جماعه، يقدر يلعب، بس هما كل مش دقيقه، ده كل ثانيه يقع واحد. وهو بس كانت حاجه بتستفزني يا جماعه برضو، يعني هو حد من الوداد يقع، انتوا واخدين بالكم من الحركه دي؟ يعني تعال علي معلول يقع، يقول له بقى مش تعالى، قوم ديانج يقع، كمل عادي. يعني الاهلي طالما كسب، احنا مش بنفكر في التحكيم، مش بنفكر في كل حاجه، رغم ان في اخطاء تحكيميه. يعني لحد الجون كان حكم اسوأ على الاطلاق، اسوأ، لان الهدف اللي جابوه مش فاول. ويا جماعه برضو ما تنساش ان علي معلول ومحمد عبد المنعم اكتر هم اللي لعبوا على 14 ماتش، 14 ماتش هم اللي لعبوهم بالكاد، مفيش ثانيه غابوا فيها على ما اعتقد يعني.